مساء الخير، وجدد تحية وترحاب بكم أينما كنتم تتابعون على شدة تي في نقاش مفتوح. وأرحب بفريق البرنامج هذا المساء من جديد، سي سعيد الخمسي، وأنت طبعا محلل سياسي وخبير جيوستراتيجي. مرحبا بك سي سعيد. مرحبا سي كريم. مرحبا أيضا بسي عبد الفتاح نعوم، الكاتب والباحث في العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور نعوم. مرحبا سي كريم. مرحبا أيضا بدكتور منار سليمي، أستاذ التعليم العالي والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس. مرحبا سي سي كريم. ترحب بنا. فرحان بك بزاف، فرحان بك بزاف. نرحب أيضا بسي عز الدين خمريش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني. مرحبا دكتور. ونرحب بموضوعنا الآن، موضوع بوليميك جدا في المغرب، التعليم. التعليم من المفترض أنه عملية قد تكون بسيطة، كتبدا في الصباح وكتسالي في العشية في مؤسسات تعليمية وتربوية من قبل أشخاص متخصصين أكاديميين اللي هما الأساتذة والمعلمين اللي نكن لهم كل التقدير والاحترام، بتسيير من قبل الحكومة والوزارة والسلطات المعنية والمسؤولة. في المغرب نتحدث عن مشاكل التعليم أكثر مما نتحدث عن التعليم، نتحدث عن الإضرابات أكثر مما نتحدث عن جودة التعليم. بداية هذا الموسم كانت بداية استثنائية، انطلق الموسم بالإضرابات، بالاحتجاجات وبالخلاف ما بين الوزارة والأساتذة والمعلمين، وما بين النقابات والتنسيقيات، وما بين النقابات فيما بعضها والتنسيقيات التي ولدت من رحم النقابات. الاختلاف هو العنوان البارز، والضحية الأول هو التلميذ المغربي والتلميذة المغربية، وهم طلبة وهم أطفالنا وشبابنا في نهاية المطاف. سي سعيد خمسي، ما رأيك في هذه الأزمة المستمرة اليوم ما بين الأساتذة والمعلمين ووزارة شكيب بن موسى؟ سي كريم، اسمح لي ما نتفقش معك كاع. داك القضيه، داك اللعبه ديال الضحيه الاول والتلميذ وكذا، هو نفس المنطق اللي تيدار في العقل السياسي اللي تيستعمل على حماس وفلسطين والشيطان. قول لي شكون الضحيه؟ لان واحد فاش يقول لك الضحيه الاول زعما تيقول لك هذا الاستاذ هو اللي دار للتلميذ هذا الشيء. ابدا، باش نكونوا في نقاش اللي تيفيد البلاد. الضحيه الاول هو الاستاذ، وراه قلتها لك في الحلقه الاخرى وما تعرفناش الوقت. المونديال والتنميه والبنيه التحتيه وهذا ما غينجح والو إلا ما بنيناش تعليم حقيقي، وتعليم حقيقي ما غيتبناش إلا ما كانش عندنا رجل تعليم محترم جدا. اللي طاري الآن في المغرب هو الوضعية والصورة د رجل التعليم، وأنا ماشي رجل تعليم، ما عمرك التعليم يسحب ما تدافعش على فئتي، أنا ماشي في الفئة ديال التعليم. الوضعية والصورة د رجل التعليم في المغرب مدقدقة ومؤلمة ومحزنة ومتخلفة. صافي، هذه واحدة. جوج، ما يروج الآن في التعليم هذا فاش شفنا داك هادشي اللي خرج، أو يمكن يعني نكون قاسي شوية ولكن يتحملني سي شكيب بن موسى. هناك نوع من التحايل في تقديم ما سمي بالمكاسب للتعليم. هناك تحايل، لأن ما تظنش غاب واحد كتدير سياسة، راه واحد معلم في راس الجبل اللي راه تيفهم ربما أحسن منا كاملين في السياسة، ما ديرش التحايل. الأمر الثاني، شخصية الوزير ديال التعليم الآن في المغرب غير مقنعة. أعيد، شخصية وزير التعليم في المغرب غير مقنعة، علما أن وضعية الوزير أنا ما تدخليش الراسي وتنضحك فاش نسمع شي وزير تيقول لك حنا ما تنهضروش نخدموا. واش هذه هضره يقولها وزير بعقلو؟ الوزير تيهضر، وظيفة الوزير 50% هضرة و50% لأنه هو وظيفته أن ينتج التواصل، لأنه هو ينتج من غير السياسات العمومية. اللي كبر من السياسات العمومية هو ينتج الأمل في المجتمع، ينتج الأمل، بالتالي هو فاش يتواصل ينتج الأمل. الثالثة، خطير أنك تحول الأكاديميات ديال التربية والتكوين في المغرب من الوظيفة التربوية التقنية إلى ولي يدير وظيفة سياسية، دبر الموارد البشرية ماشي خدمته. آخر، وأنا غير أعلم طبيعة التعليم في المغرب خصنا نجاوبوا عليه. واش هو ملف عادي؟ واش هو ملف أمني؟ واش ملف استراتيجي باغي نبنيو به ذاك المغرب اللي تنتقاتلوا عليه وتنحلموا به؟ آخر ملاحظة ما نفصلتها في شي وحدة، هو أن التعليم إلا كنا باغيين نصاغوا لنا المغرب غدا خصنا نصاغوا التعليم ديال دابا. والمفتاح الأساسي اعتبروا رجال التعليم اعتبروه بحال شي زلزال حتى هو. يعني فاش جانا الزلزال واش شي واحد في المغرب دابا دوا على الفلوس فاش قلنا غنخصو 120 مليار درهم يعني على 6 سنوات، واش شي واحد قدر يدوي يقول لا بزاف شويه؟
مساله الفلوس يعني اصبح لان عندنا الانسان راب اعتبروا بان التعليم وضعيه استثنائيه، اعتبروه زلزال. ماشي زلزال، اعتبروا زلزال، ضربوا زلزال، خصو وضعيه استثنائيه في 5 سنوات. شكرا سعيد. واش التعليم في المغرب اليوم ضربوا زلزال؟ بطبيعه الحال، وماشي دابا، ماشي غير دابا، لانه المشكل اللي كاين عندنا ديما التعليم، الموضوع ديالو ولا الغايه ديالو ولا المستقبل ديال التعليم هو التلميذ، ولكن راه كنتكلموا على 3 الركائز مهمه، ب3 فيها مشكل. المشكل الاول اللي عندك المرافق عندنا في التعليم حنا كنعرفوا، خصوصا التعليم الابتدائي والثانوي، المرافق الطلب كيتزاد، زياده السكانيه بطبيعه الحال، زياده الولادات، زياده يعني الطلب على التعليم كتزاد سنه بعد سنه، الخرائط المدرسيه تنعرفوا كيفاش كتدار والمشاكل اللي مطروحه فيها. الركيزه الثانيه اللي هي مهمه بزاف عندك اللي هي المورد البشري. المورد البشري كتكلم على الاستاذ، خاصك تاهله، تقريه مزيان، خاصو يكون في وضع اجتماعي مزيان، خاصك تحصل له الامكانيات ديالو ويخدم في ظروف مزيانه. ما يمكنش نهائيا غادي بالظروف الحاليه اللي كيخدم فيها رجل التعليم، وكنعرفوا كنعرفوا الوضع كيداير بالتفاصيل. رجل التعليم خصوصا في المستويات الدنيا كيخدم بواحد الظروف اللي هي صعبه جدا. مستوى التعليم العالي، علاش كنتكلم على المستوى الدنيا؟ لانه كنتكلموا على جانب تاسيسي، كنتكلم على واحد القابليه ديال التلقي ولا واحد النوع من المستقبل، خاصو معامله خاصه، لا على مستوى المرافق، لا على مستوى الموارد البشريه، على مستوى التاهيل والتكوين، لا على مستوى حتى الوضع الاجتماعي وغيره. ثم عندك المناهج والبرامج الان عندها استحقاقات خطيره جدا. هذا موضوع يعني باقي ما حتى واحد ما فتحها بالنقاش، خصوصا فاش التواصل الاجتماعي دابا وفي دخول فاعلين اخرين على العمليه التعليميه. يعني كنتكلموا على مشكله حقيقيه كاينه الان في التعليم. المصيبه فين كاينه عندنا، وهذا هو اللي مهم جدا نبغي ننبه ليه، هو انه كلشي كيطلع على رجل التعليم في الاخر. رجل التعليم كيطلع ملي كيخرج يمارس حقه النقابي، حقه الاحتجاجي، اما كيتعرض يعني العمليات احيانا يعني ديال الاقصاء من الحوار وعدم التجاوب معه، مشكل تواصلي حقيقي مطروح الان عند الوزاره وعند الوزير، ما كيتحاوروش. وماشي غير هذا الوزير، دائما كان هذا المشكل، ما كيتحاوروا مع الناس، ما كيتصنتوش لهم. كاينه مساله اخرى عاوتاني دابا التواصل الاجتماعي، وكنلاحظوا بعض المره ولاو كيحملوا المشكله كامله للاستاذ، وكانه خاصو يبقى يعني جائع ورائع، ما خاصوش هو ما يحتج لا على الوضع القانوني، لا على هذا الشيء اللي وقع. مشكل التعاقد اللي هو الان ولا موروث ولا مزمن ولا مستعصي، هذا مشكل التعاقد اللي ولا دابا كيتراكم مع ما يرتبط به من مشكلات اخرى قانونيه واجتماعيه وغيرها. فبالتالي خاصنا قدر من الوضوح، من انه كيف ما قلت سي سعيد، راه جزء من السياسات العموميه، ولا السياسات العموميه راه تواصل، النصف ديالها تواصل، خاص ضروري هذه القنوات ديال التواصل سي خماش. شنو رايك؟ اولا ما يجري اليوم في قطاع حيوي واساسي يعتبر المرتكز الاساسي لتقدم اي امه او اي حضاره. لا يمكن ان تبني اي حضاره او تبني اي مجتمع او تبني اي دوله لتصل الى درجه الرقي والتقدم اذا لما كانتش مبنيه على مجال التعليم، تبقى حضاره فاشله. علاش؟ لأن مجال التعليم هو المجال الأساسي الذي تبنى عليه حضارة الأمم عبر التاريخ. هناك تجارب دولية كبيرة جدا من اللي خدات التعليم وصلحات التعليم واعتمدت على التعليم راها نجحت. لكن مجموعة من التجارب الدولية. التعليم عندنا في المغرب هو واحد القطاع الذي تنظر إليه الدولة وتتعامل معه بمنطق تجاري، تدبر اليومي والمرحلي دون أي استراتيجية. هناك تخبط، هناك عشوائية، هناك ارتجالية، لا في وزارة التربية الوطنية ولا في وزارة التعليم العالي. اليوم هاد الوزيرين معا، لا وزير التعليم العالي ووزير التربية الوطنية، خصهم يحطوا السوارت ويقدموا الاعتذار للمغاربة لهذه الدرجة. نعم، لأنهم فشلا ذريعا في إصلاح التعليم بالمغرب. والكارثة سيطل على المؤسسات التعليمية اليوم. لا ما نهضروش على رجل التعليم الذي هو صلب ويعتبر الدينامو او الترمومتر الوحيد الذي نقيس به مستوى التعليم في المغرب. وضعيته وضعيه هشه، وضعيه مزريه. انت راسل لي معلم في الجبل، ما موفر لي لا طريق لا مدرسه لا سكن، وبادي ليه بالصالير الاجره الشهريه ب 4000 درهم ولا 5000 درهم. عن اي تعليم تتحدث؟ بحال اجون سيكوريتي. نعم، عن أي تعليم تتحدث؟ عن أي مجتمع تتحدث؟ عن أي برنامج تعليمي تتحدث؟ وأنت لا توفر حتى
الوسائل الضروريه للاستاذ او لرجل التعليم. وبالتالي ما يجري اليوم في قطاع التعليم هو يعني مساله تتطلب تدخل سلطات اخرى، لان قال السي خمسي ما يمكنش ننجحوا في التنظيم المونديال، ما يمكنش لنا ننجحوا في الاوراش الكبرى، والتعليم عندنا فاشل، والتعليم عندنا ما مبنيش على استراتيجيات. في الدول المتقدمه، في بريطانيا، في المانيا، رجل التعليم يعتبر اول موظف عمومي في الدوله. في بريطانيا السي كريم راه رجل التعليم يعطى في بدايه السنه الدراسيه. في هذا السياق وكمل. ما ننساش التلميذ اللي في التاسع دابا، التلميذ اللي في التاسع اساسي دابا في المونديال غيكون اما مهندس اما شمكار. نعم طبعا اما غيكون باك بلس ساك راه 7 سنين، اما غيكون باك بلس ساك راه طالب التلميذ اللي عندك هذا العام في البكالوريا في المونديال اما يكون عندك دكتور ولا شمكار. نعم راه ماشي زعما تنهضروا على 700 عام. اذا نقدر نعطي المثال. رجل التعليم في بريطانيا في بدايه السنه الدراسيه يعطى له شيك على بياض، شيك على بياض تعطيه ليه الدوله باش يعمر المبلغ اللي بغاه هو. علاش؟ باش الدوله تحميه في كل ما هو اجتماعي، باش يتفرغ فقط لتكوين مستقبل الغد وتكوين المواطن البريطاني اللي غادي يقود التقدم والحضاره في بريطانيا. اليوم الا بغينا نصلحوا في التعليم لا يجب ان نقوم بتلك الاصلاحات العشوائيه. بالمسمى يصلحوا. اذا خصنا نراهنوا على جيل، خصنا نراهنوا على المواليد، الاطفال المغاربه اللي غادي تولدوا لنا غدا، باش نخطوا لهم من هنا ل 2030 ولا من هنا ل 2040 عاد يمكن نصلحوا التعليم. اما انت كوزير كتجي كتلغي استراتيجيه التعليم اللي وضعها الوزير السابق، تيجي وزير اخر تيلغي المنظومه او تيلغي الاصلاح الجامعي ديال او الاصلاح التعليمي ديال الوزير السابق. اذا تنبقاو في سميتو في واحد الدوامه لا تنتهي. دوامه لا تنتهي. وزير كيقول لنا السي خميس خصو يحط السوارت ويمشي. شي ساكب بن موسى سي سعيد قال لك كاينش تناسب نهائيا ما بين الوزير والوزاره. غنمشي عندك السيمانه وغنروح لك هاد النقاط هادو، غنزيد باش هاد الثالث. انا ما كندوش على وزير سنه اولى حكومه، وزير اللي بسنوات طويله في الحكومه وفي الدبلوماسيه، ومهندس النموذج التنموي الجديد للمغرب اللي البلاد كلها غادا من المفترض خصها تكون صايقه به في افق 2035، واللي عنوانه لا باش نخرج معايا نقول هذا الرجل اللي كاين اليوم في التعليم هو مهندس النموذج التنموي من المفترض، وعنوان النموذج التنموي تحرير الطاقات. سي منار سليمي، شنو رايك؟ غير الاخوان خليونا احنا نشوفوا واحد الصوره. احنا كنا ولاد المدارس العموميه باش نكونوا واضحين. احنا فين قرينا؟ احنا اليوم لكنا كل واحد في واحد الموقع، شي في التعليم العالي، شي في الاعلام ولا غيره، احنا ولاد المدارس العموميه. هذه المدرسه العموميه رجعوا للتاريخ الاخوان، رجعوا شويه للتاريخ. راه كل حاجه عندها التاريخ ديالها. هذا المعلم اللي ولا في هذه الوضعيه اليوم واللي كيطالب بالحقوق ديالو وكينزل واحد النظام اساسي فوق راسو ما شافوش كاع نهائيا. هو تشاف مع واحد 4 ديال النقابات ونزل عليه هو ومازال كيغوت لحد الان. ترى المعلم كانت عنده واحد الصوره في المجتمع المغربي، كتذكروها ولا ما كتذكروهاش؟ المعلم الهيبه اللي كانت عنده بعدا، الكاريزم اللي كان عنده المعلم وسط المدرسه. انا ذاك وسط المدرسه كيفاش كانت المدرسه كنتذكروها كاملين، كيفاش كانت الساحه ديال المدرسه، كتذكروا لا كونتين، كتذكروا الحارس ديال المدرسه. هادشي راه كله كان عنده هيبه المدرسه كيفاش كنا كنشوفوها حنا. هذا الجانب هنا. شوفوا الصوره اليوم كي دايره، شوفوا معنا المقررات اللي باقا عندنا في دماغنا. مثلا ديال يا اخوتي جاء المطر، القضيه ديال احمد والعفريت، هذاك الشيء اللي بقى عندنا حنا مازال عندنا حاضر عندنا الان المقررات وغيرها. انا السؤال اللي عندي اليوم، هاد الناس اللي هما كيسيروا هذا المجال واش ما قراوش في المدارس العموميه؟ لان احنا مازال كنخدموا في الجامعات العموميه وجاي لها حتى هي، واش ما قراوش في المدارس العموميه؟ ثم غير الاضراب هذاك الوقت الا كتذكروا، الاضراب كان بقواعده. اضراب شكون اللي كانت انذاك؟ كانت نقابات، والنقابات مرتبطه بالاحزاب ديال الحركه الوطنيه، وكان كل هالامور كانت مقاده وكتنتزع مطالب، ولكن كان حوار مع الوزراء ديال التربيه الوطنيه انذاك. اليوم عندنا وزير، انت كتهضر السي كريم قلتي بان وزير ديال هو اللي كان على اللجنه ديال النموذج التنموي غيره، وزير تقني. 2 سنين ما تواصلوش، 2 سنين ما قال لنا والو، 2 سنين ما قال والو.
حتى حاجه ما كاينه، ما سمعنا والو. خرج الخرجه اللي كانت في القناه الثانيه، ما ملي كيخرج وزير وما كيبقاش اثار صعيبه شويه. ملي كتخرج تواصل، خاصك تخرج تواصل مع واحد الموضوع مباشره. كاينه مطالب ديال هاد الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، باقي المشكل مطروح. باش كيطالبوا هاد الناس؟ كيطالبوا بالادماج. كيقول لك اودي خرج واحد كيغوتو كيقول لك اودي وهذا الشيء واقع كنشوفوا بان داك الشيء اللي كيتخلصوا منه فين كاين في الميزانيه ديال الاكاديميات. كيقول لك مع الشق المتعلق بالمعدات. صعيبه هذه، ما كاينش مناصب ماليه، اذا طبيعي انه هو كيخاف على المستقبل ديالو. ما كنهضروش على اما الصالير خلاص. المعلم اللي كانت عنده 1500 درهم في السبعينات راه كان بعيد بزاف، بمعنى كان عنده بزاف ديال الحوايج. هنا واش ما قدروش يحلوا هذا المشكل هذا؟ ما قدروش يهضروا مع هاد الناس هادو؟ هذا النظام الاساسي. انا طورت هذه الفكره. انا فاش قلت اكاديميات تخرجهم من الوظيفه التربويه التقنيه التدبيريه للوظيفه السياسيه، راه جيت نقصد. لان انت فاش عطيتي الاكاديميه تدبر الموارد البشريه والخاص ديتي يدير السياسه. لا الاكاديميه ما كنهضروش على هذا الجانب. هما علاش النقطه الاساسيه لا ليس المشكل. شوف وخلصني مني ما بغيتي، غير خلصني براتب شهري يحترم انسانيتي ويحترم مستواي ويحترم خصوصياتي. التعليم الخصوصي نسينا راه بيركو. التعليم الخصوصي راه من القهوه تيقولوا دخل تقري. غير نكمل. لا ماشي مشكل في الاكاديميات. أستاذ جامعي، اسمح لي، أنا أستاذ جامعي، عندي المنصب المالي ديالي موظف. حتى هو خصك تأمن ليه، حتى هو خصو يحس بالأمن ديالو هو، لأن هنا راه هو الأساس. هذه المدرسة حنا فين قرينا؟ راه انطلقنا من هذه المدرسة هذه. كي غيدير تيوصل التلميذ مثلا، الأستاذ إلا كان في هذه الوضعية كي غيدير تيوصل. واش هاد الناس سؤال واحد، واش ما تقدرش تشوف الفئات وتواصلوا معهم؟ القوانين كيفاش كتحط الأنظمة الأساسية؟ الانظمه الاساسيه خصها تكون تفاوضيه. اجيوا الاخوان، شنو هي المشاكل اللي كاينه وحنا غاديين قدامين هنا؟ كيقول لك بانه 5-4-6 ديال الملفات. حتى النقابات فيها مشكل دابا. النقابات كنعرفوا النقابات بعض المرات كتمشي تفاوض على كل واحد كيتفاوض على شي امور اللي هي شخصيه عنده. وهذا الشيء بالمناسبه راه وقع عندنا حنا في التعليم العالي. دابا في التعليم العالي حنا امتى هضروا لنا مثلا على واحد الزياده؟ حنا زادونا بصعوبه بواحد النقاش، دخلت لنا حنا شي زياده. دابا داز عام ما كاين والو. ها هو الاجراء، ها هو داز هاد الامور. دازت سنه. اش كيتسناو هاد الناس هادو؟ ثم هذا المعلم ولا الاستاذ. انا علاش كنبغي نستعمل دابا اليوم الاساتذه كيطالبوا نستعمل المعلم في الاجور. واش قصدك؟ قوم لي المعلم، اسمع لي واحد القضيه مازال كنقولوا راه قرينا حنا. قوم لي المعلم وفي التسجيل مازال كنستعمل القضيه ديال المعلم. راه غير في الجامعه كنسميو معلم كبير مثلا في التعليم كيقري الكبار، وهذا معلم كيقري التلاميذ الصغار. كلنا تعليم بمعنى المعلم راه اساسي في المجتمع. تطور ديال المجتمع، المطالب الاساسيه. كتدخل واحد تلميذ كاين اللي مثلا كيدخل واحد الطفل صغير ما قراش، كيعلموا الكتابه وحنا طالعين كنتعلموا. كنتذكر حنا كيفاش كنا كنتعلموا وحنا غاديين. ترى واحد المجهود كبير هذا، واحد المجهود كبير. وكتخرجي اطور وتجي اليوم انه على مستوى الزياده بلاتي القطاعات الاخرين. علاش القطاعات الاخرين ما كيتحاسبوش معهم بالزياده مثلا؟ علاش دابا في الزياده انا نمشيو عند التعليم والصحه والقطاعات الاساتذه. اليوم الاساتذه كيطالبوا القطاعات الاساسيه التعليم والصحه والقطاعات الامنيه كنهضر على بما فيها العسكريه والدينيه وغيرها. الزياده اللي كيطلبوها واش ممكنه ولا لا؟ واش ممكنه هاد الزياده اللي كيطلبوا الاساتذه ولا صعيب على الدوله؟ اليوم الاساتذه مثلا ديال الثانوي التاهيلي كيطالبوا بزياده عامه ديال 3000 درهم. شوف الجواب واش 3000 درهم ما يمكنش. واش 3000 درهم ممكنه؟ قل هذه. شوف مع الناس شنو هو تزيدي، لانه كيبدا واحد المجهود كبير بلاتي كما قال لك واحد الاخ. واش قاده عليها الدوله؟ واش قاده كاين ميزانيه؟ ما قاداش الدوله ديال. شوف واحد القضيه ما كيفاش ما قاداش عليها الدوله. كيفاش حيد التعليم؟ لا ما كاينش. هذا راه ماشي راه ما غاديش. شوف راه المدارس العموميه واحد القضيه كما الجامعات العموميه. حيد التعليم هي تخلي القطاع الخاص. هذا مصدر هي تخلي القطاع الخاص وتبقى يولد في المدرسه الخصوصيه. واش نتحاسبوا على قطاع حيوي في شي منطقه تجاري، في قطاع حيوي في الدوله وفي تنظيم المجتمع وفي بناء المجتمع؟ ما خصناش نتحاسبوا. ما نتحاسبش معاه. حنا سمعوا السيمانه. علاش ولاو هاد الناس هادو مثلا؟ راه كاينه ازمه اقتصاديه وغنديروا لكم على واحد 3 سنوات ووفوا بها، ما غايقولوا والو. لا راه خاصهم ينتقلوا فهمتي مثلا ماشي او اقل هذا القطاع. كاين قطاعات اللي اولويه واخا سيدي غنسدوا المدارس الدراري ما يقراوش. ما يمكنش هذا الشيء اللي كاين في الادارات كلها مين خارج؟ ترى من المدارس العموميه ومن الجامعات العموميه. شوف لما كان نقاش في المغرب على اصلاح التعليم كانوا داك الساعات يتجمعوا في فران. اعتقد 98 يعني فاش كان اصلاح ديال جا وزير كانوا تيستضيفوا شخصيات علميه من عده دول.
وكانوا تيديروه في داك ديال لو سي بي، داك المخيم لو سي بي. مشيت انا واحد النهار تما تصنتو، قال هذاك السيد هذاك الشخصيه اللي جاو يعني هو كان وزيرا وكان فيلسوفا وهذا، قال لهم ملي جيت المغرب تنشوف الصحافه بغيت نعرف التعليم هذا، قال لهم اللي تنلقاه بزاف هو التعليم غير منتج. انا تنقترح عليكم حيدوه، هذا التعبير استهزائي ماشي نسلكك. انا خص تفهم واحد كيفاش غير منتج؟ دابا هاد الناس واش الان شنو هي هذا الانتاج؟ واش كاين واحد في المغرب والصوره ديال المعلم بين الصوره ديال المعلم، انا كنهضر على من حنا كلنا معلمين شكونوا واضحين. الصوره ديالو خاصها تكون في المجتمع كبيره. الان المعلم ولا مرادف ديال التشكيل. بلاتي انا ما دخلتش معاهم حنا قرينا عند المعلمين قدام. لا غير يسمحوا لي، انا قرينا عند المعلمين قدام كنبقى نحتفظ بهذا المصطلح ديال المعلم، سموه استاذ سموه اللي بغاو، ولكن هذا اسمح لي السيمانه، سي سعيد الله يخليك الله يخليك واخا باختصار. شوف مداخل سي عبد الفتاح غادي نخطف الكلمه ديالك اوكي باختصار. شوف مداخل اصلاح التعليم عندها جوج المداخل لا ثالثه لها. باختصار شنو هما؟ اول مدخل العنصر البشري، لا يمكن اصلاح قطاع التعليم بدون عنصر بشري. ثم المدخل الثاني هو المدخل البيداغوجي، المنهاج فقط. ما يمكنش ما يمكنش تصلح المنهج هو الاول بدون رجل التعليم. شكون غادي يأدي لك وينفذ لك ذاك المنهج التعليم؟ العنصر البشري. وبالتالي لا يجب ان نتعامل مع رجل التعليم بمنطق تجاري، يجب ان نتعامل مع رجل التعليم بمنطق بناء الامه وبناء المجتمع. واحد المساله اللي مهمه بزاف واللي هي عندنا عنصر ديال الدفع وديال المساعده. يعني اصلاح التعليم في المغرب والدعم ديال خصوصا رجل التعليم، وانا مع السي عبد الرحيم اللي تيقول انه كلمه المعلم، لانه بحال حنا في المشرق حتى التلميذ هذا طالب ملي كيكون عنده 3 سنين طالب، تلميذ طالب معرفه وهذاك معلم يعلم. فبالتالي المشكل اللي كاين في المجتمعات الاخرين وما كاينش عندنا احنا في المغرب، يعني احنا يعتبر عندنا مساله ايجابيه وعندنا الحاضنه الشعبيه للمعلم والتعليم. راه في البوادي وفي الباديه المغربيه، احنا كلنا ابناء البوادي قرينا الباديه المغربيه، راه المعلم راه يقدر نقول لك واحد 90% من التكفل به ديال الدوار، نظام وقفي ديال الدوار، يعني باقي منطقه وقفي باقي الان هذا الشيء قائم في رؤوس الجبال وفي هذا واحد الفكره بلاتي معنا وزير التعليم ديال المجتمع. خليني نكمل. راه المشكله ملي كيكون عندك مجتمع بحال هذا الشكل كيعطي الدروس للفاعل الحكومي والفاعل اللي كيكون في موقع ديال مسؤوليه تسيير قطاع وزاري، لانه ما يمكنش انت عندك مجتمع معنويا صورة المعلم. حنايا المعلم والفقيه في المغرب راه ما كاينش الاحترام التام، بانه كاين واحد الاستاذ سميتو علي قاسمي كان دار واحد الدراسه ديالو على كيكتب على لا حتى الان سي سعيد حتى الان. وماشي غير هكا، حنا مجتمع معرفه، حنا الان المجتمع الوحيد اللي كاين دابا على مستوى منطقتنا والتلميذ المجتهد والتلميذ الذكي كتلقاه يعني محط اعجاب وتشجيع واحتضان وكذا. الاساتذه غير بلاتي الله يخليكم، قطاع وزاري ما كيخدمش بهذه الطريقه. قطاع وزاري لا يكفي فقط انه يراهن على هذه الامور ويخلي المجتمع مع بعضياته، لا باختصار خاص يدار الاساتذه كيشوفونا. اول حاجه شنو خاص يدار؟ اول حاجه كنقول مساله المناهج مساله معقده، لانه داخل الان فاعلين اخرين، داخل عندك التواصل الاجتماعي والتاثيرات خارج الحدود الوطن، عندك تاثيرات عالميه. شنو خاص يدار على مستوى الوضع الاجتماعي الان ديال رجال التعليم مهم جدا، والمطلب اللي كيطلبوه قليل جدا، يعني 3000 درهم حد ادنى زياده في الاجور. الوزاره ما يمكنش تجي تقول لك لا انا ما كاينش الموارد ولا ما نديرش. الفاعل العمومي الفاعل الحكومي ملزم انه يبتكر من المداخل، ملزم بانه يدبر بركات وعود انتخابيه في هذا الامر، وكيحطوا فيها وعود انتخابيه. راه كاينه وعود انتخابيه في هذا الامر يقودوا الحكومه من لا يعقل. الان كنتكلموا حنا في هذا الان والعصر اللي كنعيشوا فيه، الاكراهات والثقل اللي كاين، وهذا تجيب يعني استاذ او معلم عنده اجازه وتعطيه مبلغ ديال 4000 او 5000 درهم وتلوحوا في راس الجبل، لا يعقل. طيب على السريع بغيت نسولك من يتحمل المسؤوليه؟ بقاش لي الوقت مهمه في هذا الشيء. باختصار المرافق راه كاين المشكل ديال المرافق، لانه المرافق عارف المرافق ما فيها ما يتشاف. عاد المناهج هذا موضوع اخر. واخا على السريع شكون كيتحمل المسؤوليه؟ شكيب بن موسى كوزير وصي على القطاع ولا الحكومه كلها ورئيسها عزيز أخنوش؟ نبدا معك السي سعيد خمسي على السريع. من هذا قبيله تكلمت على السي شكيب بن موسى، قلت عنده ضعف في التواصل وهذا. القضيه ديال التعليم ماشي قضيه ديال وزير التعليم، وماشي قضيه ديال حتى الحكومه، هي قضيه ديال دوله ومجتمع
من يتحمل المسؤوليه؟ لا، قل يا اما الوزير يا الحكومه، حيت مجتمع حتى ما غيتحمل المسؤوليه في الحكومه الاخر. مطالبه، يعني فكره عمليه، شنو دير؟ إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للتعليم في المغرب، لأن النموذج الاقتصادي للتعليم في المغرب إما قطاع خاص تقاتل أنت وذاك المواطن، إما موارد ديال الدولة احنا عارفين الإكراهات هنا وهنا. راه ما تنساش واحد القضية، راه المدرسة المغربية تتحل مع السعود صافي وتتسد مع واضحه. 6 العشية وتتبقى 14 ساعة مسدودة، ما فيها حتى حاجة، فيها الملاعب، فيها الأقسام، كاين ما يدار بزاف. إلا كاين يعني نفكروا خارج الصندوق. اجي تنقول سي عز الدين خمش نفس السؤال، مسؤوليه الوزاره هو شكيب بن موسى ولا الحكومه وعزيز؟ الذي يتحمل المسؤولية في هذا الوضع المزري والكارثي الذي وصل إليه قطاع التعليم في المغرب هي السياسات العمومية المغربية. السياسات العمومية في منظومة التعليم سياسة عمومية فاشلة، لا تبنى على استراتيجيات حكومة، لا تبنى على استراتيجيات، تبنى على مزاج الوزراء المتعاقبين على وزارة السياسات العموميه. الحكومة يقول لك دابا الوزير، والوزير غيقول لك انا من الذي يضع البرنامج الحكومي؟ بينهم بجوج، بين المؤسستين. من الذي يضع البرنامج؟ الحكومة. ويجب أن يتم اختيار وزير التعليم أن يكون وزير تعليم كفء وبناء القطاع وله دراية بالقطاع فقط. شكيب بن موسى ما عندوش هذه الكفاءة، والدليل ها هو الفشل الذريع اللي وصل. واضح. سي عبد الفتاح، نعم. أخنوش ولا بن موسى شكون المسؤول؟ أخنوش هو مسؤول سياسيا على الحكومه كامله، على جميع وزرائها، يعني مسؤول أخنوش على جميع القطاعات. انا ما طاحتش مسؤول أخنوش، لانه مسؤول قانونيا وسياسيا. الوزير في قطاعه يدبر القطاع تحت سلطه رئيس الحكومه، مسؤوليه كذا. بل انه كاين بعض النماذج، ما يتحمل المسؤوليه الاكبر. خليني نسول. لا مع الوزير المسؤول على القطاع وايضا رئيس الحكومه كلاهما. لانه اللي جاب له وعود في البرنامج الحكومي كان أخنوش. ما شوف بن موسى ما كانش في الانتخابات. كتكلم على قطاع، لا اساتذه شافوه، لا مواطنين عرفوه. كتكلم على موسى لقيناه في الوزاره. نعم. اسالك على المسؤوليه اليوم. المسؤوليه كنقول واش عضو في الحكومه. دابا اليوم واش غتخليني نكمل جوابي؟ لا دابا اليوم كيف واش ممكن السي كريم نكمل جوابي؟ واش ممكن نكمل جوابي؟ لا سولتني السؤال الاول مازال ما كملتش جوابي. اليوم شكيب بن موسى نكمل جوابي؟ الله يخليك السينا. دابا ما كنضربوش. كنسول شكيب بن موسى غير متحزب سياسيا. كيف ممكن المواطنين والاساتذه يحاسبوا؟ شكيب بن موسى متحزب غير متحزب ما مهمش. ملي كيكون وزير هو في موقع مسؤوليه سياسيه اولا. الا كان هو لا اسمح لي استاذ الدين، الا كان هو شكيب بن موسى كيشوف في انه القطاع يتجاوزه او كاين شي متدخل اخر او كاين عنده شي مساحات اللي ما يخرج يقولها. ملي كيتكلم سي سعيد على التواصل يخرج يقول هذا الشيء، يقول انه ها حدود تدبير حاسبوني على هذه وهذه 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 باش نعرفوا علاش نحاسبوا بالضبط. يعني مساله تواصليه سياسيه، كيتحمل المسؤوليه السياسيه على التدبير ديال القطاع. كاين المشكل، كاين خلل في التدبير ديال القطاع. كاين الناس كيطالبوا كيحتجوا ملي كيخرجوا الاساتذه كيتكلموا. الناس راه كنتكلموا على حاجه اخرى. جمعيات الاباء واولياء التلاميذ راه لحد الان راه لم يسمع لهم صوت في المساله المتعلقه بالشق اللي مرتبط بالتلاميذ. فبالتالي ملي كيكون كاين خلل في التدبير ديال القطاع، الوزير المسؤول على القطاع مسؤول سياسيا. ما كيهمنيش منين جاي، واش جاي من حزب ولا ما جايش من حزب، ما كيهمنيش. كيهمني انه مسؤول سياسيا. رئيس الحكومه ايضا مسؤول سياسيا معاه، لانه مسؤول سياسيا على جميع القطاعات. فبالتالي كنتكلموا على عمل حكومي خصو يكون منسجم بهذا المنطق. الا كانت شي حاجه كتعلق بقطاع، الا كانت شي حاجه كتعلق بقطاع اخر مثلا يترتب على هذه المسؤوليه، هو مسؤول او كمسؤول. اللي كيترتب على هذه المسؤوليه هو انه اولا خاصو يلتزم بما وعد به، يلتزم بالبرامج اللي محطوطه، كاين مسارات اخرى. هذاك نقاش سياسي كما قال لك محاسبه من طرف المواطنين. ما انتخابات ما غيتحسب الانتخابات. بن موسى ما جاش انتخابات، ما كان صوت، ولكن راه يمثل الحكومه. هذا نقاش اخر. نمشيو سيمانه سليمي. واحد النقطه. اولا السي شكيب بن موسى محسوب على حزب. محسوب على ما احنا ما شغلناش. حزب راه محسوب عليه، هو الحزب اللي كيقود الحكومه محسوب عليه. هذه الاولى بعدا باش ما نبقاوش نقولوا لا هذا راه عنده غطاء سياسي ديال الحزب ديالو. دابا حزب راه معاه تما، ملي كينجح هذه الاولى. الحكومه بطريقه مهدره. الحاجه الثانيه انا مختلف معكم في هذه القضيه ديال المسؤوليه. واش رئيس الحكومه والوزير؟ انا كنقول المسؤوليه ديال الوزير هي الاولى بعدا. ديال القطاع المسؤوليه ديال الوزير، والا ما غنديروش وزراء، حنا نديروها رئيس حكومه وصافي. هنا واش مثلا هذه الحاله اللي كنهضروا عليها، واش واحد عنده الدكتوراه كيقري في التعليم، هو استاذ في التعليم الابتدائي ولا غيره، شنو فيها الا دارت مبادره دار واحد النص بان هذا السيد خصو يتخلص الثمن ديال، خصو يتخلص بالصالير ديال الدكتور. واحد عنده الماستر، هذا القضيه شحال كاين من دكتور كاع في هذا الشيء ديال الاعداديه والثانويه، شحال كاينين. واش دارت هذه المبادرات؟
واش دارت وتقدمات مثلا رئيس الحكومه قال لا، انا ذاك غادي يمكن نحاكموا الحكومه كامله. انا بالنسبه لي الان شنو هي المبادرات اللي دارت من الوزير؟ هو دار نظام اساسي كيقول لك حنا ما فرصناش، وحنا كنعرفوا بحال هاد الانظمه الاساسيه خطيره جدا، خاصه الا بدا فيها التاويل. هو تاويل على واش كاين من كيتخلصوا هاد الناس ادماج، واش ماشي ادماج. هو كاين المشكل الاساسي هو الادماج. وعند الناس انا قريت مثلا، اسمح لي، انا قريت عندي الدكتوراه. انا كنت مثلا في تعليم ابتدائي ولا في تعليم ثانوي ولا اعدادي، وصلت دكتوراه. اسيدي واخا ما كاين مشكل ديال كاين المباريات في التعليم العالي، واعطيني حقي كدكتور، اعطيني ولا كواحد عندي الماستر، اعطيني حقي تما باش كيتخلق حتى تنافس، باش كيولي حتى واحد عنده الاجازه اعطيه الحق ديالو في الاجازه. هاد المشاكل هذه راه ما طرحاتش السي كريم. اذا المسؤوليه ديال من هنا ديال الوزاره والمدير. شحال كاين من مدير؟ كاين تقريبا واحد 16 مدير اللي كاينين هنايا، و16 مدير بلاتي لا المديرين مديرات الوزاره، و16 مدير وما يخرج حتى واحد يتواصل. عامين هما ساكتين. كيفاش هاد القضيه تسنى او كل واحد يتواصل على الجانب ديالو؟ خلينا نوجه دعوه في التواصل. انا نعاود نقولها خطيره جدا، وكل واحد مسؤول على القطاع ديالو. لا دابا شوف، القطاعات راه تتداخل، القطاعات تقدر تدخل، لكن يخرج يقول لك انا هذه المسؤوليه مثلا كنتكلموا على المرافق، يقول لك الموضوع المرافق ما كيعنينيش، خاص وزير يتكلم. الدعوة مفتوحة للوزارة للتواصل والحضور في البرنامج بمن يمثلهم ويتحدث باسمهم. نتحول إلى الجزء الثالث والأخير من حلقتنا هذا المساء في 3 مواضيع أيضا للنقاش نتحدث فيها عن دعم الدولة للسكن، عن التعيينات التي كانت هذا الأسبوع والعقوبات البديلة، تعيينات للسفراء والولاة في المغرب خلال المجلس الوزاري. مرحبا بكم معنا أينما كنتم تتابعون نقاش بوليميك على شادة تيفي.